البطولة الأولى معركة اليمامة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفى، في ناس ارتدت عن الإسلام، وكان في واحد كذاب اسمه مسيلمة بيقول إنه نبي. سيدنا أبو بكر جهز جيش وقاده خالد بن الوليد، وكان عدد المسلمين قليل قوي، لكنهم مؤمنين ومتوكلين على ربنا. بدأ القتال، وفي الأول المسلمين كانوا منتصرين، لكن بعدين المعركة كانت بتتعقد شوية. القائد خالد قال لهم خلوا كل مجموعة لوحدها، المهاجرين مع بعض والأنصار مع بعض، علشان يتحمسوا ويتنافسوا على الجهاد. العدو دخل حديقة كبيرة وقفلوها، ومحدش كان قادر يدخلها. لكن البطل البراء جه وقال لأصحابه ارفعوني على ترس كبير وارموني جوه الحديقة. ورموه فعلا، ونزل عليهم زي الصقر يقتلهم بسيفه لحد ما وصل لباب الحديقة وفتحها من جوه، ودخل الجيش كله وانتصروا. علشان كده سموها حديقة الموت. لقوا في جسمه أكتر من 80 جرح بالسيوف والرماح، وسيدنا خالد بن الوليد قعد شهر يداويه بنفسه لحد ما خف ورجع يحارب تاني.